اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه وايه الأخبار؟ يا رب دايما بصحة وسعادة وهنا. النهاردة معلش أنا آسفة، أنا بقالي يعني 3 أيام كده ما طلعتش ولا حاجة، فأنا آسفة. كنت تعبانة شوية، كان الضغط عاملها معايا بس الحمد لله، نحمد ربنا. النهاردة الحمد لله كويسة وقايمة تمام، والضغط اتظبط وتمام. النهارده انا قلت ايه بمناسبه كده، الحمد لله بقيت انا كويسه، اعمل حاجه حلوه بالمناسبه يعني. احنا النهارده عفوا، الروتين بتاعنا النهارده او روتين مطبخي النهارده، هطبخ يعني حاجه بسيطه، اعمل ملوخيه وفراخ ورز وسلطه، يعني الحاجات الايه العاديه المعتاده بتاعتنا دي، العادي يعني. بس قلت اعمل كده جنبها حاجه حلوه كده، واحنا قاعدين بقى كل سنه طيبين. الشتاء ابتدى بقى، وان انت تحبي تقعدي بقى تشربي كده كوبايه شاي بلبن مع حاجه حلوه وحاجات، ابتدى الموضوع ده. فقلت النهارده ايه اعمل حاجه حلوه مناسبه، من الحمد لله بقيت كويسه. وتاني حاجه يعني واحنا قاعدين كده نشرب حاجه حلوه مع الايه، ناكل حاجه حلوه اقصد مع الشاي بلبن. قلت اعمل ايه؟ قلت اعمل خليه النحل. خلية النحل دي بتبقى ظريفة وجميلة كده، وبعدين بتبقى كل واحدة لوحدها كده تاخديها، مش حاجة على بعض، تاكلي منها جزء وترمي جزء والكلام ده، لا، بتفضل حتى لو بعد ما مثلا لما اكلت وكل حاجة وفاض حاجة، وطبعا حرام نرميها بعد ما عملناها وتعبنا والخامات بتاعتها والكلام ده. بتجيبي كيس وتحطيها فيه، تحطيها في الفريزر. حبيتي تاكلي تاني او حد من ولادك او اي حاجه، بيطلعها يحطها في الميكرويف يسخنها، بترجع اكنها لسه حالا مخرجاها من الفرن. بس في الحمد لله الميكرويف دوت يعني مثلا بصراحه اختراع. خلاص ما بقناش نرمي حاجه، اي حاجه بقينا نشيلها في الفريزر ونطلعها نحطها في الميكرويف، تطلع زي ما كانت تاني، ومفيش اي بروبلم خالص بصراحه. فالحمد لله الواحد كان بيرمي حاجات كتير وكده، الحمد لله دلوقتي ما بقيناش نرمي حاجه و... و... ويعني نعمه ربنا، علشان حرام يعني الحاجه لما تترمي. بس فالنهارده بقى ايه هنعمل خليه النحل، اللي هي الحلوه. هو في ممكن تعمليها تحشيها فراخ، تحشيها لحمه، تحشيها تونه، اللي انت عايزاه، ولكن النهارده احنا هنعملها حلوه. ممكن نحشي شوكولاته، وممكن نحشي جبنه كيري. طبعا الجبنه الكيري ما فيهاش ملح، عباره زي القشطه كده، طعمها حلو. فلما تحطي معاها لبن مكثف محلى بتبقى تحفه جدا. فاحنا هو ده اللي هنعمله النهارده، هنحشيها جبنه كيري ونسقيها باللبن المكثف المحلى. طبعا تبقى طعمها جميل جدا، الجبن من جوه طعمها حلو زي ما يكون جواها قشطه، ومن بره اللبن المكثف هيعمل لها طعم جميل، مع كوبايه الشاي كده حاجه تحفه الحقيقه. فانا قلت النهارده كده ايه اعمل حاجه حلوه كده، وناكلها كده مع المسلسلات والتلفزيون والدفا بالليل والكلام ده، ومع كوبايه شاي بلبن جميل. اصل احنا عيله يعني، الشاي بلبن ده المشروب الرسمي بتاعنا، ما نقدرش كلنا نستغنى عنه. اولا اول ما نصحى من النوم ما نعرفش نفتح عينينا كده الا لما نشرب كوبايه الشاي بلبن. يعني وات ايفر اللي معاها، اللي مع الشاي بلبن مش مهم ايه اللي معاه، المهم الكوبايه نفسها عشان نصحى من النوم. وبعد الظهر ممكن نشرب كوبايه تانية بقى، يعني على مثلا 7 كده ولا 6:30، نبتدي مثلا نعمل كوبايه شاي كمان كده بلبن، نشربها مع بعض واحنا قاعدين بتاع. بس انا مش كيفه شاي يعني، انا ممكن اكتفي بهي بتاعت الصبح، لكن لو جه حد من اخواتي ولا حد من ولادي حب يعمل كوبايه شاي بلبن اقول له اعمل لي معاه، لكن انا مش كيفه شاي يعني كتير ولا حاجه. بس المهم يعني ما علينا. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل ايه خلية النحل زي ما اتفقنا. يلا بينا. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ايه نحط المقادير في العجان. بسم الله. ادي 1،
2. هنجيب تاني، شوف دول قد ايه عشان حرام مش حاجه زي ما حضراتكم عارفين، حرام محدش يرمي حاجه يا جماعه عشان حرام نعمه ربنا. دي ربع، يبقى عايزين كوبايه الا ربع كمان عشان يبقوا 3 كوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كوبايه الا ربع اهو، يبقى كده 3 كوبايات دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. واللبن المجفف او الحليب الجاف 1 2 3 معالق لبن بودرة زي ما حضراتكم شايفين اهو. وبعدين معلقة نشا، ومعلقة خل. يا جماعة الخل والنشا والكلام ده بيخلي العجينة تحفة، بيخلي العجينة حلوة قوي 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 زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنحط كمان بسم الله باكو خميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. خميرة، الخميرة دي طبعا جميلة جدا يا جماعة اهو. هنحط كمان بسم الله يعني ايه نص معلقة صغيرة بيكنج باودر اهو يا جماعة. ادي يبقى حطينا ايه هنا 3 كوبايات دقيق، واللهم صل على النبي، و3 معالق لبن بودرة، ومعلقة كبيرة خميرة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة نشا، ومعلقة اللهم صل على النبي، قولوا معايا يا جماعة اللهم صل على النبي، اسمه ايه، خل. بس كل ده هنقلبه مع بعض الاول، وبعدين نبتدي نشوف في ايه تاني هنعمله تاني ان شاء الله. طبعا حطينا بقى لبن جاف او لبن بودرة، مش هنحط بقى ايه لبن حليب، هنحط بقى دلوقتي مية دافية، وادي تلت كوباية زيت. احب احط الاول انا الدهون في الاول، تعمل كده ايه تخلي العجينه زي الرمل كده، بحيث تحطي الميه تشرب على طول. لازم يبقى كل لما تحطي دهون تحس ان العجينه او الدقيق كله دخلوا كل الدهون الاول، حتى لو قليله كده زي ما انا حطيت تلت كوبايه زيت. لازم الاول ايه تتاكدي ان هي دخلت توغلت كلها كده، والدقيق كله شرب، وبعد كده تبتدي تحطي الميه. نبتدي ادي الميه الدافيه، طبعا لازم تكون دافيه يا جماعه علشان العجينه تخمر بسرعه كده، والميه بسرعه تدخل جواها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين الميه بالتدريج جدا، لان
كوبايه قصدي معلقه ميه ممكن تفرق في العجينه دي. الله لا يقدر تاني. وبعدين احنا مش عايزين نبوظ المقادير ونقول لما تلاقيها طري تحطي دقيق، ولما تلاقيها ناشفه حطي ميه، ونفضل كده نحط دقيق وميه نبوظ كل المقادير. لا، نحط بحرص الميه بالتدريج جدا، علشان لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه خلاص بقيه الميه خلاص ترميها اذا كانت فايضه يعني. المهم بالتدريج جدا الميه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف العجينة. لا محتاجة سنة يعني اهو بس. ايه ابتدت اهي تشرب الميه وتلم تاني. العجينه دي عايزه تتخدم كويس يعني تتعجن كويس قوي علشان تنعم، متبقاش خشنه كده، لا عايزه تتخدم كويس وتتعجن كويس قوي علشان تبقى ناعمه كده وحلوه، متبقاش خشنه ولا فيها اي حاجه. اهي يا جماعه شفتوا الحله نطفت ازاي ولمت كل اللي فيها. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه شايفين العجينه؟ بصوا طريه وجميله وفي نفس الوقت ايه ما بتلزقش في ايديا. شايفين حضراتكم؟ جميله جدا 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 ما شاء الله ما شاء الله. اهي ننزلها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماسكه صحيح شويه بس بصوا شايفين حضراتكم؟ لازم كده يبقى فيها ايه سنه لزقان لازم. وطبعا هي لما تتساب اللهم صل على النبي تختمر طبعا هتروح اللزقه دي وكل حاجه. هنسيبها بقى ان شاء الله تتخمر. شايفين كده مش اقل من ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. نلم كده ايه العجين اللي في ايدينا اهو اهو. طبعا هنجيب الزيت نعمل وشها. ادي الزيت يا جماعه يدوبك بس ايه نحط ايدينا كده شايفين ايه اهو يا جماعه اهو شايفين حضراتكم بس. وهنغطيها بقى بايه بالاسترتش ونحطها ونسيبها بقى ايه تتخمر ان شاء الله لمده ساعه. وادي التوبنج يا جماعه بتاع خليه النحل. طبعا دي الجبنه الكيري اللي بنحشيها بيها، وده السمسم اللي بنحط على وشه. طبعا بعد ما نعمل عجين وكل حاجه قبل ما ندخلها على طول طبعا بنحط على وشها السمسم ده. وادي الحليب المكثف المحلى ده ممكن يتعمل في البيت على فكره، وانا ان شاء الله هعمله لكم يوم على القناه اوريكم بيتعمل ازاي. سهل والله مش صعب ولا حاجه، ولكن بيدي نتيجه في منتهى الجمال. وطبعا دي الزبده اللي هندهن بيها. ادي الصينيه اللي هنعمل فيها اللهم صل على النبي خليه النحل. بس لازم طبعا ندهنها زبده علشان
العجينه طبعا ما تلزقش فيها ولا حاجه لانها الومنيوم. لو كانت صينيه تيفال او جرانيت يبقى ما فيش داعي خالص تدهنيها اي حاجه. هي ما شاء الله التيفال والجرانيت ما بيلزقش فيهم حاجه، بس الالومنيوم لازم تعمليها بالزبده. بس دلوقتي بقى هنستنى العجينه ان شاء الله لما تخمر وارجع لكم تاني بقى اوريكم هنعمل ايه. يا جماعه شايفين العجينه؟ بسم الله ما شاء الله، صلاه النبي، احسن حاجه في منتهى الجمال. شايفين التخمير؟ الله اكبر، اللهم صل على كامل نور النبي، ما شاء الله. نحط بس ايه، ندعك كده ايه زيت، ندعك زيت كده على الرخامه عشان ايه ما يغلاش دقيق، علشان الدقيق بينشف العجينه. فايه نحط ندعك زيت كده، ندعك بس عشان ايه، بس ايه العجينه ما تمسكش في الرخام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على كامل نور النبي. شايفين؟ الله اكبر، شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على كامل نور النبي. ما شاء الله يا جماعه، صلاه النبي، حته عجينه يحسن ختامها ان شاء الله. شايفين حضراتكم اهو اهو، شايفين؟ الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله اهو، ما شاء الله اهي اهي يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ هنجيب بس ايه سكينه كبيره شويه. شايفين يا جماعه اهي العجينه؟ شايفين الحاجات ما شاء الله اللهم صل على النبي. بسم الله، الهواء جواه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقسم دي كده، ما شاء الله العجينه. بس عايزه ايه اهي 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 كده، ودي عايزه برضو تتقسم. شايفين كده اهي، ودي بسم الله برضو عايزه تتقسم كده. احنا عايزين بقى ايه بتاعات صغننين، علشان لسه هنعملهم طبعا كور. بسم الله اهي اهي اهي. دي بقى ايه هنمسكها واحده واحده كده، صغننه كده، لازم تبصي كده في البتاع تبقى صغننين، تبقى حلوين قوي اهي. كور اهو زي ما حضرتك، كور على رأي تامر حسني، كور اهو اهو زي ما حضرتك شايفين كده اهي. تحطيها كده واحده واحده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله يا جماعه، حاجه في منتهى الجمال اهو. واحده واحده كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي، تلميها كده اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على كامل نور النبي. الله اكبر. العجينه بسم الله الرحمن الرحيم، ملبن 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 ملبن، ربنا يحسن ختامها يا رب. بصراحه في منتهى الجمال. شايفين يا جماعه اهو اهي زي الفل. الله اكبر الله اكبر، يا رب تحسن ختامها اهو. شايفين يا جماعه اهو، نلم كده نعملها كوره كده، نحطها كده جنب بعض، وهكمل بقى كل الكميه وارجع لحضراتكم. دي يا جماعه عملتهم خلاص كور زي ما حضراتكم شايفين. وانا جبت صينيه، قررت اعمل واحده بالجبنه وواحده بالنوتيلا. الحقيقه انا عندي نوتيلا اهو زي ما حضراتكم شايفين، نوتيلا الاصليه اهي. فقلت لا، طب اعمل بقى ايه واحده نوتيلا وواحده جبنه، يبقى كده في ايه تنويع في الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي اهو، عايزين قطعت اهو الجبنه. بسم الله، حضراتكم شايفين
الواحدة على 4، عشان طبعا زي ما حضراتكم شايفين العجينة صغنونة يا دوبك ربعها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اللي كده اهو، تحطيها كده. طبعا قلنا التيفال مش هنحط فيه يعني اي مادة دهنية ولا اي حاجة، لان الحمد لله ايه التيفال ما بيلزقش. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، نقفل كده عليها كويس قوي اهو عشان ايه ما تطلعش منها جبنه خالص اهو. ونسيب كده مسافه شويه كده بينها وبين اللي جنبها علشان طبعا لسه هتختمر زي ما انتم شايفين اهو. افتحيها كده كويس، حطي حته الجبنه وتقفلي كويس قوي عليها كده اهو اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. نحطها برضو بينها وبين اللي جنبها مسافة علشان قلنا لسه هتختمر. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نقفل كده كويس قوي اهو اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل نور النبي. اللهم احسن ختامها يا رب، واحسن ما بين ايدينا يا رب يا رب. تطلع الحاجة كده جميلة وناجحة ان شاء الله، كله زي الفل. شايفين العجينة ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا رب. تحسن ختامها كده وتخلص كده على خير، تطلع حلوة ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اهو يا جماعة. برضو بينها وبين اللي جنبها مسافة كده بتاع سنتي ولا حاجة، علشان ايه لما تختمر وتكبر تبقى حلوة يا دوبك كده ايه يمسكوا في بعض، بس من غير ايه ما يبقوا مدفوسين قوي كده ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل نور النبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بس بقى ايه انا بس وريتكم كام واحده اهو زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله ما شاء الله اهو. هكمل انا بقى وهوريكم الصينيه في الاخر ان شاء الله. اهو يا جماعه ادي شكل الصينيه في الاخر بعد ما ايه ما عملتها كلها، حطيت فيها كل واحده حطيت فيها حته جبنه زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. خلصت. هنبتدي بقى ايه في اللي هنعملها. دي واحده حطيناها بقى في مكان دافي عشان تختمر. هنبتدي بقى اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بالنوتيلا. نفتح برضو كده كويس قوي. طبعا النوتيلا بقى ايه تفتحي كويس علشان ايه ما تخرجش على الحروف عشان تعرفي تقفليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. طبعا النوتيلا دي كانت في التلاجة فهتبقى ماسكه نفسها، تعرفي تاخدي منها وتحطي كده. معلش سوري بقى انا هضطر استعمل صباعي اهو اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. تقفلي كويس قوي اهو، تقفلي كويس قوي قوي. شايفين حضراتكم نقفل كويس قوي قوي كده علشان دي شوكولاته ما تخرجش منها. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بسم الله. نفتح كويس قوي كده يا جماعه اهو حضراتكم شايفين. بس عايزه اجيب ايه السكينه دي الغطا ده كده نحطها كده اهو. بسم الله. ناخد حته اهي ننزلها بالسكينه باينه يا جماعه اهو اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي. شايفين حطيتها اهو على العجينه. نوريها لكم اقربها لكم اهي. شايفين بس انا حطيتها على ايه على الغطا ده علشان اعرف المها كده اهي 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 يا جماعه
شايفين لميتها ازاي؟ تلم كويس قوي 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 من الشوكولاته تسيح وتخرج منها اهو. شايفين بقى الفكره دي؟ فكره الغطا دي والسكينه والمعلقه اهي. اهي حضراتكم اهي. قفلت خالص كده، تقفلي قوي 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 صباعك كده علشان ده شوكولاته هتسيح وتخرج منها. على قد ما نقدر، على قد ما نقدر ايه نقفلها كويس عشان ما تخرجش منها حاجه اهو. انا اهو حضراتكم شايفين حطيتها في الغطا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وجبت كده حته شوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس قوي ان هي بس هنقول ايه وسطنها كده اهي. اوريها لكم قريب اهي يا جماعه. شايفين بقى؟ هنقفل كده، هنقفل بقى كده ونحاول ايه ندخلها اهو. اهو شايفين اهو اهو. بحرص عن الجبنه كانت سهله، كنت ايه بلمها كده عن صحيح. الجبنه برضو هتسيح بس إيه علشان ما تمسكش في ايدي دلوقتي اهو. شايفين؟ شايفين اهو. قفلتها كويس قوي اهو. ماسكاها كده وندورها كده في ايدي حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده برضو بعيد، كل واحده بعيد عن التانيه علشان لما ان شاء الله تخمر متلمش قوي على بعض كده ويبقى مش حلوه، لا تبقى قريبه من بعض وكل حاجه، بس ايه بالاصول يعني. دي بقى ايه العجينه دي صغننه، مش هنحط كتير علشان ما تخرجش منها اهو. على قد ايه كده صغننه اهي بس. انتوا شايفين كده اهو. فكرة في منتهى الجمال حكاية الغطا دي اهو. نقفل كده، نقفل كده، نجيب كده نقفل دي كده كده اهو. شايفين بقى بحرص ازاي؟ وبعدين نلمها بقى كده ايه اهي بقجة. عارفين البقجة بتاع مثلا الجيل الجديد معرفش يعني بقجة طبعا. البقجة دي زمان كان كده ايه حتة قماش كبيرة. كانت الستات لما تغضب ولا عايزة تمشي من البيت يقولك خدت بقجتها، يعني جابت حتة القماش الكبيرة دي وراحت حاطة فيها هدوم ليها وحاجات وتروح ايه واخداها وماشية كده، يبقى ايه غضبانة ماشية من بيتها ايه بقجتها. طبعا ده زمان قوي ايام جدتي يعني. الكلام ده كانت والدتي الله يرحمها بتحكيه لنا لما برضو سمعنا كلمة بقجة دي ايه يعني ايه بقجة يا ماما. راحت قالت لنا كده، قالت لنا حتة قماش كبيرة ويتلم فيها الهدوم اهو. يا جماعة شايفين اهو كده كده تلمي كده كده وكده اهو زي ما قلنا كده ايه تتلم كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. بقجة او سرة او يعني اي مسمى، المهم ان ايه نلم كويس اهو زي ما حضراتكم شايفينها اهي علشان ما يخرجش منها اي حاجة اهو. اهو يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي. بسم الله. شايفين بقى بان كل واحدة وواحدة مسافة صغيرة علشان لما تختمر. انا بقى هكمل وهرجع لحضرتك. ادي يا جماعة اللي هي فيها النوتيلا اهي، نحطها برضو نسيبها تختمر زي التانية. على بال ما تختمر اكون انا عملت بقى ايه البيض اللي والحليب اللي بيتحط على وشها والسمسم والكلام ده. وادي يا جماعة بقى التوبنج بقى بتاعه اللي هنحط على الوش ده بيضاية ومعلقتين حليب زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الفرشة. بسم الله بسم الله بسم الله. دي هنعمل ايه بقى بس مش بالراحة علشان ايه التخمير يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا بحب قوي يا جماعه بصراحه. بيقولوا لا بلاش بيض وبيعمل زفاره. لا ابدا، ما بيعملش زفاره حاجه، بس بيخلي لون العجينه حلوه قوي الحقيقه. انا بحب قوي لونها بيبقى محمر كده وجميل جدا. اهو ايوه، نصلي على كامل نور النبي. يا رب كملها على خير يا رب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اهو. وهنعمل ايه بقى في الطبق لغايه ايه؟ وادي السمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برضو بحب السمسم كتير قوي حقيقه. السمسم بيبقى جميل جدا بقى لما بعد ما يستوي كده يبقى طعم السمسم يجنن اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. سمسم كويس قوي اهو. اهو ايوه، حط السمسم حلو كده. اللهم صل على كامل نور النبي. يا رب تحسن ختامها يا رب، يا رب تحسن ختامها يا رب. دي طبعا النوتيلا سوري يا جماعه، دي النوتيلا اهو. حطيت عليها كل حاجه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط برضو ايه برضو دي نعمل لها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل نور النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صلاة النبي احسن اهي. اهي اهو. ايوه كل النواحي كده اهو، كل النواحي. اللهم صل على النبي. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ختامه يا رب، ربنا يحسن ختامه يا رب، يا رب يحسن ختامه يا رب اهو. ايوه اهو. طبعا احنا دلوقتي فاتحين الفرن على 200 علشان نحطها على طول كده بإذن الله. تمام كله تمام. وادي السمسم طبعا. السمسم ده هيعمل بقى ايه؟ هيحمر معاه، عشان كده ما بنحطوش متحمر علشان ما يتلسعش. بتحطيه كده ابيض بيتحمر معاه بقى ايه؟ لما مثلا نحمر الوش يتحمر معاه السمسم ان شاء الله. اللهم صل على كامل نور النبي.
ما شاء الله، صلاة النبي احسن. نحطهم دلوقتي بقى ايه في الفرن وارجع لكم تاني. ادي يا جماعه الصينيتين، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. شايفين اللون الجميل؟ حاجه في منتهى التحفه الحقيقه. ايه رايكم في المنظر؟ وادي اللبن المحلى المكثف المحلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعه، اهو نحط كويسين كده. ايوه، نحط هنا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده كويس قوي. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. يا جماعه شيل كده واحده من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عايزاهم ايه عشان يطرى كده يبقى حلو. اللهم صل على النبي، ما شاء الله. مش عايزه اعملهم وانا سخنين بقى يا جماعه، علشان ايه ما يتخلعوش، يبوظ اهو زي ما حضراتكم شايفين. اهو تبقى في كل حته كده، تنزلوا كده عشان يبقى في عليها كلها. اهو عايزه برضو اهو. مش عارفه اطلعها طبعا لانها سخنه جدا. اهو زي ما حضرتك شايفين اهو. بس اعمل كده علشان ايه يدخل كده ايه بينهم وبين بعض. اهو ما شاء الله ما شاء الله، يشرب كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو سخنه لسه، مش عايزه ايه. اهو شايفين حضراتكم من تحت بس الشوكولاته، شايفين ظهرها جميل ازاي. اهو بس مش عايز ايه، هي مش مستحمله الحقيقه، بس مستنيه لما يشرب كله كده اللبن المحلى المكثف. بس هي شكلها طبعا بيقول من غير ما نشوف حاجه ولا نطلع حاجه، هي شكلها بيقول ان هي حاجه منتهى الجمال، ويبقى طعمها تحفه. والف هنا وشفا للي هياكلها، والف الف هنا وشفا للي هيجربها. طبعا يا جماعه طعمها انا مش هقول لكم، طبعا جواه ده الجبنه ودي النوتيلا، طبعا هيبقى طعمهم خطير مع اللبن المكثف المحلى ده. دلوقتي كل ده هيشرب، هيبقى مش موجود بعد ما يقعد شويه. هيشربوا بقى العيش كله، هيبقى طعمه جميل. بألف هنا وشفا ليكوا، واللي هيعملها بالهنا والشفا يجربها ويدعي لي يا ريت بقى. يعني لما يعمل بقى كده الوصفه بتاعتي دي وتعجبه كده وتطلع حلوه وهو بياكل كده مبسوط، يقول تسلم ايديكي يا اوشا. والف هنا وشفا، وكل سنه وحضراتكم طيبين وتاكلوها في الهنا يا رب والسعاده. والسلام عليكم.